ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن بامية باللحمة. عندي هنا في حلة على النار هحط فيها زيت، ومجرد ما يسخن هبدأ انزل اللحمة بالتدريج عشان تتشوح معايا. هخليها تاخد لون من كل الجناب كويس جدا. بعد كده هتبلها بفلفل وحبهان ولورا. هقلبها كويس جدا. بعد كده هنزل عليها بمية سخنة مغلية. بعد كده هضيف لها بصلاية صغيرة واسيبها لحد ما تغلي. بعد كده هغطيها واسيبها على نار هادية لحد ما تستوي. هنا اللحمة بتاعتي خلاص استوت، هبدأ احط لها الملح واقلبها، وكده خلاص اللحمة بتاعتي جت. عشان نحضر طاجن البامية عندي هنا معلقة من السمنة في حلة، وهنزل عليها ببصلاية كبيرة متقطعة. مجرد ما البصلاية تدبل معايا هبدأ انزل عليها ب3 فصوص ثوم كبار مفرومين. هقلب الثوم مع البصلة لحد ما ريحته تطلع معايا، وبعد كده هبدأ اضيف البامية. انا هنا ضفت البامية وهبدأ اقلبها كويس جدا مع البصل والثوم. بعد كده هضيف هنا كزبرة ناشفة، وهتبلها بملح وفلفل وبهارات لحمة. هقلبهم كويس جدا مع بعض. بعد كده هضيف عليهم عصير الطماطم او صلصة طماطم جاهزة. هنا عصير الطماطم خلاص فك معايا. هبدأ احط حوالي 3 كبشات من الشوربة او حوالي كوباية شوربة. هقلبهم مع بعض كويس مع البامية، وبعد كده هنقلها في الطاجن او الصينية اللي هدخلها بيها الفرن. بعد هنا ما نقلت البامية بتاعتي في الصينية هبدأ اضيف اللحمة. هحاول ادخل اللحمة جوه الصلصة كويس جدا، وهضيف لها كبشة كمان من الشوربة وادخلها الفرن. ده شكلها بعد ما طلعت معايا من الفرن، وده شكلها بعد التقديم. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، هستنى رأيكم.